لا أبدا يا طنط. حضرتك وعمه وسامح كمان عاملين اللي عليكم وزيادة والله. بس أنا لازم أشتغل. هي طنط الولاد بيكبروا وطلباتهم بتكتر. يعني حاجة تساعد برضه، بدل ما الحمل كله على سامح كده. حرام يا طنط بجد. خليه يشوف حاله وحياته، وربنا يكرمه مع بنت الحلال، وهتبقى وقتها الفلوس دي بيته أولى بيها. ده كان رد مرات أخويا الله يرحمه على أمي لما كانت بتقنعها إنها لازم تشتغل علشان تسد معايا على مصاريف الولاد. واللي اتقال ده بقى هيخوف أمي جدا، وهيملى دماغها بأفكار كتير قوي. وعلشان نعرفها مع بعض ونشوف إيه هي الأفكار دي، بدعوكم الأول تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2 وقضايا حكاوي الدنيا، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبينا نبدأ حكايتنا. أنا سامح، عندي 36 سنة، بشتغل في شركة عقارات كبيرة، والحمد لله مرتبي كويس جدا ومستواي المادي عالي. وده لاني لسه مش متجوز ولا ورايا اي التزامات. وليا اخ اكبر مني اسمه محمد. محمد عنده 42 سنة، بس هو شغال شغل كده بسيط باليومية. ظروفه المادية على قده قوي، خصوصا يعني انه كمان متجوز ومعاه بنت عندها 12 سنة، وكمان ولد عنده 8 سنين. والولاد متعلقين بيا قوي. عمهم بقى يا جماعة، وحنين عليهم زي أبوهم. وخصوصا يعني لأني دايما بجيب لهم اللي هم عاوزينه. ما أنا قلتلكوا أنا عارف ظروف أخويا كويس قوي، فبزق معاه شوية. ودايما كمان بشوفهم معظم الوقت، وده لأنهم ساكنين فوق شقة أبويا وأمي اللي أنا أصلا عايش معاهم فيها. وفي يوم صحينا كلنا على خبر محزن قوي، أسوأ خبر ممكن حد يستحمله في الدنيا. قوم يا سامح، قوم الحقني. خير يا ماما، في ايه؟ بتعيطي كده ليه؟ بابا جراله حاجة؟ لا، اخوك محمد يا سامح. هند نازله بتقولي عماله تصحي له الشغل ما بيصحاش. اطلع يا ابني، اطلع بص عليه وشوف في ايه. شوفوا محتاج له دكتور ولا ننقله على المستشفى. حاضر يا ماما حاضر، ان شاء الله خير. يا رب يا رب هات العواقب سليمه يا رب. وطلعت له جري ولقيته غايب عن الوعي. وقتها طلبت له الإسعاف علشان نتفاجئ كلنا إن بمجرد وصوله المستشفى يتوفى. أيوه، اتوفى أخويا وبدون أي مقدمات. سابنا محمد ومشى. المفاجأة كانت صدمة علينا كلنا، ما بقيناش مصدقين نفسنا. ولكن هنقول إيه؟ عملنا العزاء، وبعد ما الناس كلها مشت كنت قاعد أنا وماما وهند مرات محمد، وده اللي حصل ما بينا. استهدوا بالله يا جماعة، اهدوا شوية. ربنا يصبرنا كلنا يا رب على قد غلاوته، ويرحمه ويسامحه. محمد طول عمره زي النسمة، عاش خفيف وراح خفيف برضه من غير ما يتعب أي حد. يا ريته كان تعبني، كان فداه تعبي وكل حاجة. يشهد ربنا يا محمد على عشرتك ليا، عمرك ما زعلتني ولا جرحتني بكلمة. يا رب الصبر من عندك يا رب. كان بيحبك قوي يا هند، ودايما لما كنت أسأله عامل ايه يقول لي الحمد لله، مبسوط يا أمي ومرتاح. ودي كانت عندي بالدنيا كلها يا هند. انت بنت أصول يا حبيبتي، وعشرتك حلوة. ربنا يعينك ويقدرك على اللي جاي، ويصبرنا كلنا يا رب. قادر يا كريم. يا رب يا أمي، اللهم أمين. يا هند أنا عاوزك ما تشيليش هم أي حاجة. كل طلباتك وطلبات الولاد مجابة، أنا ملزم بيها، علشان يوم ما قابل محمد أقول له إني كنت قد الأمانة. بصراحة يا جماعة، هند من ساعة ما دخلت عيلتنا وهي في حالها، ولا عمرها زعلت أي حد فينا بكلمة حتى. ودايما بتراضي أمي
وبتعرض عليها خدماتها. بس ماما دايما كانت تقول كفاية عليها بيتها وولادها. احنا يعتبر بيت عيلة، بس كانت هند واخدة مساحتها كأنها مش ساكنة معانا أصلا. والحمد لله ربنا قدرني، وبقيت أنا قايم بمصاريف بيت أخويا كله، مكفي طلباتهم من كل حاجة. الحمد لله مرتبي بيزيد ومليان بركة. وفي يوم روحت من الشغل ولقيت هند قاعدة مع ماما، وده اللي حصل ما بينا. أهلا، ازيك يا هند وازاي الولاد؟ أمال هما فين؟ الحمد لله سامح، الولاد فوق لسه كانوا بيسألوا عليك، ولما لقوك لسه ما جيتش من الشغل طلعوا. يا حبايبي أنا هتغدى بس واطلع أقعد معاهم شوية، وانتي قاعدة هنا يعني مع ماما كده. طيب يا حبيبي، طالما جعان هقوم أحضر لك الأكل بسرعة أهو. لا يا ماما ارتاحي انتي، أنا هحضره. اتفضلي يا هند، خدي المبلغ ده. ايه الفلوس دي يا سامح؟ أنا عارف إن المدارس قربت، شوفي بقى الولاد ناقصهم ايه، شنط، أدوات، شوفي كل احتياجاتهم، هاتلهم اللي هم عاوزينه كله، ولو المبلغ ده ما كفاكيش قوليلي يا هند. أه أه لا شكرا يا سامح، والله أنا كنت عند بابا امبارح ولقيته جايب لهم كل حاجة بتاعت المدارس. معقول؟ ليه بس كده يا هند؟ احنا مش عاوزين نتعبوا معانا ولا نكلفه. هو ماله يا حبيبي، جدهم برضه، هو حد غريب؟ ربنا يديله الصحة يا رب. طيب يا هند، أنا بكرة إن شاء الله هروح المدرسة وأدفع لهم المصاريف، وإن شاء الله تبقى سنة سعيدة عليهم. يا رب، اللهم أمين. شكرا أوي يا سامح، أنا مش عارفة أقولك إيه. لا شكر على واجب يا هند، ده حقهم عليا، هو أنا بعمل إيه يعني؟ بصراحة يا جماعة موقفها ده يبين لنا قد إيه هي مش استغلالية، والحقيقة إنها فعلا نفسها عزيزة جدا وبتتكسف تطلب أي حاجة. وعلشان كده أنا لما بديها أي حاجة بدي بالزيادة، لأني عارف إني لو اللي معاها خلص مستحيل هتطلب. وبعد ما عدى وفات سنة على وفاة محمد عرفت إن ده الحوار اللي دار ما بينها وما بين ماما. طنط أنا بفكر أنزل أشتغل. هيو، ليه كده يا بنتي؟ هو احنا مقصرين معاكي ولا ايه؟ في أي حاجة ناقصاكي ولا ناقصة الولاد؟ لا 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 أبدا يا طنط، حضرتك أو عمو أو حتى سامح عاملين اللي عليكم وزيادة والله، بس أنا لازم أشتغل يا طنط، الولاد بيكبروا وطلباتهم بتكتر، يعني أي حاجة تساعد برضو، بدل ما الحمل كله كده على سامح حرام. بكرة ربنا يكرمه مع بنت الحلال وهتبقى الفلوس دي أولى بيها بيته. هي بنتي سامح عمره ما هيكل ولا هيمل من اللي بيعمله أبدا مع ولاد أخوه، الحمد لله ربنا كرمه ومبارك له في رزقه. أنا عارفة والله يا طنط، أنا عارفة، ربنا يوسع رزقه يا رب كمان وكمان، بس معلش يا طنط كده هيبقى أحسن وأنا هبقى مرتاحة أكتر. وأمي وقتها سرحت في حاجات كتير قوي، ولما رجعت من الشغل حكيت لي على اللي حصل ده، وده كان ردي عليها. طيب يا ماما انت كنتي سألتيها لو هي محتاجة المبلغ بتاع كل شهر ده يزيد مثلا؟ حتى لو سألتها عمرها ما هتقول، هو انت تايهة عنها؟ انا يا سامح دلوقتي دماغي بقى فيها مليون حاجة، شغل هند ده هيفتح علينا ابواب كتير قوي مقفولة. ليه يا ماما بس؟ ليه بتقولي كده؟ هي يا ابني هند لسه صغيرة، دي البت يا دوبك 31 سنة، يعني اللي زيها لسه ما بدأش حياته أصلا. الشغل يعني هتقابل ناس وهتتعرف على ناس، خايفة قوي حد يبقى عايز يتجوزها. أنا يا ابني عمري ما هظلمها ولا أحجر عليها ولا أجبرها تعيش على ذكر أخوك، بس في نفس الوقت بنت أخوك خلاص بقت عروسة، إزاي هتعيش مع راجل غريب؟ خلاص يا ماما لو هي عايزة تتجوز تسيب لنا إحنا الولاد، مفيش مشكلة. هو دي برضو تيجي يا ابني؟
هنحرمها من ولادها؟ ليه بس يا سامح؟ هنعاقبها علشان هتعمل حلال ربنا؟ أنا شايف يا ماما إن الكلام ده سابق قوي لأوانه، لما يبقى يجي وقته. بالعكس يا حبيبي، ده هو ده عز أوانه. بس هقول إيه؟ ربنا يحلها من عنده بقى، لله الأمر من قبل ومن بعد. وفضلت ماما يا عيني شايلة الهم، ومش عاوزة تغصب على هند في أي حاجة. ولما فكرت في كلام ماما لقيت إن فعلا عندها حق، ولقيت برضو إن حل الموضوع ده ممكن يكون عندي أنا. عندي أنا يا جماعة. أنا فكرت إن أنا أتجوزها علشان أحافظ على أولاد أخويا، وعلشان ما يدخلش عليهم أي راجل غريب، وخصوصا يعني إن في بنت. ويعلم الله إن ما أقصدش أبدا إني أحل محل أخويا كزوج، لكن أنا عاوز أحافظ على أولاده. وعرضت الموضوع ده على ماما، وطبعا ماما رحبت جدا. ولما قالت لهند، ده بقى اللي حصل ما بينهم. يا طنط أنا فكرة الجواز دي مش في دماغي خالص، ولا من سامح ولا من غيره. أنا عاوزة أعيش على ذكرى محمد، ذكرى محمد وبس. يا هند يا حبيبتي، انت لسه صغيرة ومحتاجة زوج وأب لأولادك، ومفيش أحن من عمهم عليهم يا حبيبتي. وسامح عمره ما نسى ولا هينسى أخوه، لكن ولاد أخوه هو أولى بيهم من أي راجل غريب. أمال إيه يا حبيبتي؟ ومع ضغط ماما عليها وافقت هند، وكتبنا الكتاب. وبعدها قعدت واتكلمت معاها، وده اللي حصل ما بيننا. اسمعي يا هند، أنا عاوزك تهدي خالص، ما تضغطيش على أعصابك في أي حاجة. أنا هنا علشان ولاد أخويا، مش علشان أبدا أحل محله كزوج. ومش هطلب منك أي حاجة من حقوق الزوج على مراته. أنا وإنت اللي يهمنا في الأول والآخر مصلحة الولاد، والجوازة دي علشان مصلحتهم. سامح أنا مش عاوزاك تفهمني غلط، أنت تستاهل ست البنات، وأنا اعتراضي مش على شخصك أبدا. أنت طيب وحنين وجدع، ومحتويني ومحتوي ولادي كمان من بعد وفاة محمد الله يرحمه. بس أنا فاهم يا هند من غير أي تفسير. خلينا نعيش للولاد ونشوف الدنيا هتاخدنا لفين بعد كده. الوضع كان في الأول صعب جدا، وفي رهبة كبيرة ليها وليا، بس مع مرور الوقت والمواقف ابتدت الدنيا تفك شوية. هند فعلا إنسانة طيبة، وعشرتها حلوة كده وهادية ومريحة، إنسانة مطيعة وطبعها هادي. وحسيت إنه فعلا كان قرار صح. وعدى سنتين، وبعدها بقت الحياة ما بيننا طبيعية جدا، زوج وزوجة. وربنا كرمنا بابن يربط ما بيننا أكتر كمان. ساعات يا جماعة الدنيا بتحطنا في مواقف بيكون حلها أصعب من الموقف نفسه، بس مفيش اختيارات غيره. ومع مرور الوقت بنعرف إن أقدار ربنا والنصيب اللي هو كاتبه لنا بيبقى أجمل وأحلى كتير قوي من ترتيباتنا إحنا، علشان بحكمته عارف إيه الأنسب لينا. قدرنا مكتوب، وربنا بيسيب الأسباب اللي هتاخدنا للقدر ده. علينا إحنا بقى نرضى ونسلم، علشان تحلى دنيتنا بالرضا والإيمان بحكمة ربنا. ولو وصلتوا لنهاية حلقتنا بتمنى ما تنسونيش في اللايك